حلقة اليوم إن شاء الله عن سيدي منصور. وسيدي منصور قد اختلفت فيه الروايات، فقال عنه المصور الفوتوغرافي بصفاقس محمد زاهر كمون أن سيدي منصور كان أسمر اللون من أبناء السودان، لا يعرف متى عاش في صفاقس، إلا أن من المؤكد أنه عاش قبل سيدي علي القراي، لأن هذا الأخير كان يزور مقامه. وكان سيدي منصور يؤدب الأطفال في مسجد التوبة الذي يلصق الصور الشرقي قرب باب الديوان، وكان يتعبد في غار قرب برج قزار أو برج قزل، الطريقة التي سميت باسمه بعد ذلك، وهي طريق سيدي منصور. ولما توفي سيدي منصور دفن قرب هذا البرج، وأصبح مقامه